لو عليا هبقى مبسوط فشخ فشخ فشخ. بسم الله. يا جماعة النشفاء. مين الناشف؟ لدوت يا شوية. ايوه كده. هجاوب على سؤال على السريع وانا بلبس عشان احنا متاخرين كالعاده. اخد اني تيشيرت، اخد اني تيشيرت ده ولا الكت؟ هاخده فصيص. بس هو فين اصلا نضيف؟ طبعا بعيدا عن الكركبه عزيزي المشاهد. انا هوصل اللقطه دي كفايه كده. المهم لقينا التيشيرت. عايز اجاوب على سؤال على السريع، وهو ليه الفيديوهات طويله؟ يعني ليه الفيديو مدته 10 دقايق؟ ليه الفيديو مدته ربع ساعه؟ بكل بساطه عشان انا مش مهتم بمده الفيديو. انا القناه ديت بالنسبه لي هي عباره عن توثيق لرحلتي في الجيم، بس تنشيف تضخيم مساوئها بحلاوتها بوحشها. الهدف من القناه الاول لما عملتها كنت مستني منها ريتش وفلوس، وكنت مفكر ان اليوتيوب ده حاجه سهله. انا اول ما اطلع وجسمي يبقى حلو نوعا ما انا بقى هبقى سبونسر وبتاع، والجيم ده هو مجرد حاجه انا بكسب منها بس يعني. والقناه كانت يعني وخسرت الغرض الاساسي بتاع القناه اللي هو عشان انا بحب كده. فعامة القناه دلوقتي بالنسبه لي هي للتوثيق. جاب مشاهدات ما جابتش مشاهدات، الفيديو طويل الفيديو قصير بدون اي سكريبت، تبع السكريبتات. والنهارده عجبني باور ليفتنج فهي كده جت على بالي، وسمعت شويه فيديوهات ياما غذيت نفسي بالموضوع. ف استنى بقى اجمع كلمتين بس كده. مفيش حاجه، احنا دلوقتي رايحين الجيم. هاكل شويه سوداني، هنلعب بنش بريس، وهنلعب ديد ليفت بس مش هنلعب سكوات دلوقتي لان احنا عندنا سبيس ما عندناش حل، مش عارف ليه يعني. فالسميث عندنا تكنو جيم، واصلا البار لوحده 50 كيلو فاضي من كتر ما هو بيزيق. فهنخش بنش بريس وديد ليفت على طول، ودول التمرينين بس اللي هناخدهم النهارده. هشرح التكنيك على طول كده في الاول. هنوع بين العدات، هيبقى في فاريشن عدات. البنش بريس هخلي عداته من 4 ل 5 النهارده باي وزن امسكه، والديد ليفت هخليه عده واحده بس. والاسبوع اللي بعده هعكس الباور ليفتنج، هخلي الديد ليفت عداته من 4 ل 5، والسكوات والبنش بس هخلي عداته عده واحده بس او 3، لان كل باختصار انا لسه بادئ، فما ينفعش اخلي الشده كلها عده واحده عده واحده عده واحده. انا مش هقدر الكلام ده، انا بيكفر بالعزف يا اسطى. يلا سلام، اشوفكم في الجيم. موبايل فلات كنت مفيش حد بيلعب عليه، مليان تراب ومحبوس بين عمودين. بص سيج اقسم بالله متطوع حرفيا. المهم حاسه نازل شويه. لا مظبوط. اوكي نبدا نزود وزن ولا لا؟ تطلع انت كمان. وقت انا فاهم في حاجه. عايزة زيت يعني. ايوه خلك بتبدأ من هنا مثلا، ايدك بره. وعلي جامد كده ليه يا اسطى؟ ولا اللي عندنا هو اللي تعبان؟ انا محتاج اطلع هنا شويه. تمام الماسكه دي مش مريحاني، هوسع شويه. تمام جميل. نحتاج نعمل حاجات ياما. طبعا ازاي مش هتجيب لان رجلي هنا. انا احط رجلي هنا، هو عالي قوي عالي قوي. انا احط رجلي هنا فاتضايق عليا، احتاج اجيب التليفون بزاويه كده. صوت عطيك قصدي في البحر. الله كنت عودت على الملعب من قبل ما يبقى. انا خش في الجد. انا شرحت 3 حاجات عامه. اول حاجه التنفس، الوزن التنفس. انت تفتح كف الصدر فوق عكس اللي بيحصل في الديد ليفت. هنعمله دلوقتي. تفتح كف الصدر، هيبقى عندك قوش، هتنزل تحط وزنك المناسب. بالنسبه للوحين الكتف
ما تزنقش كتفك الامامي في لحم كتفك، فلما تيجي تزق هيعمل لك التهاب في المنطقه دي. افتح لحم كتفك، ظبطهم، بوم كانك بتلعب دمبل بريس عادي، ظبط زاويتك تمام. بالنسبه للمسكه على حسب ما انت مرتاح، مفيش ماسكه معينه، مفيش حاجه اسمها ماسكه اوبتيمال اكتر من الثانيه، ومفيش هدف منها، مفيش هدف ان انت تحقق اكتر مدى حركي، مفيش هدف ان انت تحقق اكتر بناء عضلي، الهدف ان انت تشيل احلى وزن، احلى تكتيك باقل اصابات. من الاخر تكتيك تكنيك. بسم الله. اول تجربه طبعا استريحت فيها وهي كده، استريحت في ماسكه ثانيه يا عزيزي والله ترجعك. واحد اثنين، لسه تاخد نفس، لسه بنتعود. طبعا اتفقنا ان انجن عدات البنش بس هيكون 4 و3، وفي الديد ليفت هيكون عده واحده بس، وهننوع بينهم عشان الانتنسيتي. ها هنيوك هنا في دي. نجيب بقى الابواب والعده، نتوكل على الله. حلو كده انزل. والله جامد، كنتش متوقع اني اجيب جول الاربع عدات. هي في وحشه في ايدي عشان مش متعود عليه تقريبا، او مش عارف ليه، بس في وحشه. دماغي ما تروحش بعيد. راجع لده من شويه، لقيت القرش شويه قوي، يعتبر مش عامل قرش اصلا، ان انا صدقت عودت نفسي ان انا ابسط جسمي في التمارين الثانيه من الفيديو اللي فات اللي هو بقاله اسبوعين، والمدى الحركي قليل ما كنتش بنزل الاخر. حاسس ان انا جسمي مش متعود على نمط الحركه ده، بس انا زودت وزن. اعمل ايه بقى؟ مش هخففه طبعا عشان الايجو، فتبا للمثاليه. هريح وادخل المجموعه واحاول انزل الاخر. لكن احتمال عدات تقل من 4 ل 2 3، ودي هتبقى المجموعه الاخيره هنا. بعد كده هنخش على الديد ليفت على طول. ممكن تكون مستغرب ازاي بتعلم شكل اول مره زي كده لوحدي، محتاج امان. انا كل حاجه اتعلمتها في الجيم اتعلمتها كده. تروح الجيم، بص على الجهاز، تعال راح اسمع له كام فيديو، اجي اطبق واصور، يطلع غلط ابص على الفيديو اللي بعد الفيديو اللي بعده يبقى احسن من اللي قبله، وهكذا. رحله. انا بحب كده. راح هناك شويه يا حبيبي. تصدق صعب قوي تزقه من الجنب، بس الحته دي تلزم ان انا اشغل حاجه اسمعها، بس مش عارف اشغل ايه. يلا بينا يا دينا على الحماس. لو عليها هبقى مبسوط فشخ. ان شاء الله الزاويه دي تكون احسن وطلعت اللقطه حلوه. كده 100 كيلو لو حسبنا الباي ده تقيل قوي، يجي له 20 كيلو. انا حاسبه الصراحه، ما احسبوش ليه؟ مش شايله. بسم الله، اللهم لا صعب الا جعلته سهل. بسم الله. نحسبها واحد. الثانية ما كملتش صح، مش مشكلة. صوت جاحد تجربة فشيخة من هنا ورايح. البال بسطح في جدولي، طز في الاوبتيمال، طز في العلم، طز في انه ملوش لازمة. تعالى بقى ابوظ لك كل المبادئ اللي احنا عملناها في البنش بريس في الديد ليفت. اول حاجه الغرض من التنفس في البنش بريس كان انك تفتح قفص الصدر،
تعمل كده خف الصدي بيفتح وتفتح الحتتين دول، جسمك كله بيفرد كده. ايه عكس تماما في الديد ليفت زي ما شرحت في الفيديو اللي فات. الغرض من النفس هنا ان انت تمسك بطنك وتخلي بنشك كمان لقدام. هتعملها ازاي؟ هتطلع نفسك كله من بقك، هتلاقي بنشك مايل على تحت، عضلات الكور بتاعتك ملت، هتروح واخد النفس على نفس الوضعيه، هتلاقي الهواء دخل كله، هتلاقي الجناب وسعت معاك والهواء كله يركز في منطقه الحوض. هتفهم الموضوع ده اكتر وانا مريض بطني. بص، ادي اول حاجه، هطلع النفس كله، جسمي ضم على بطني، دي كلها مشدوده تمام. وانا بلعب ديد ليفت وانا بلعب سكواد، الوضعيه دي هنبقى محافظين عليها. وصلت طريقه التنفس. قبل ما نبدا نخش نشرح الماسكه، نخش نلعب مجموعه ونفعص كل التفاعيل ده سوا، بس بحاول الاقي زاويه لان الجيم ما فيهوش غير انا وواحد كمان، فقال لك عظمه. طبعا شرحنا التنفس، هتعمله قبل ما تنزل. اول حاجه بالنسبه للوقفه، مشط رجلك على عتبه البار، هزوم لك عليها. جميل. ايه الوقفه اللي انت ممكن تستريح فيها؟ اول حاجه في نوعين من الديد ليفت، في الديد ليفت العادي، في الديد ليفت اسمه السوم اللي بيلعبوه بتوع الباور ليفت، اللي بيبقى عامل كده وكده. ولكن مشكله ده السوم ان هو هيشغل معاك الكواتس، هيشغل خلفيه، واحنا مش ناقصين شغل خلفيه، حالب بيرجو. فاحنا بالديد ليفت العالي، ايه العضلات اللي شغاله في الديد ليفت العادي ولا ايه؟ جزءك الخلفي كله حرفيا. ولكن هل ده معناه ان انت ممكن تكتفي بيه كحاجه اوبتيمال لللاتس؟ لا، لازم يكون في تمرين، يكون فيه ستريتش وعدم ستريتش هكذا عشان تضمن ان انت الافعال دي. لكن هو عايز ازود لك كثافه ظهرك طبعا عشان عضلات الاكتوس باين هتشتغل معاك بشكل كويس جدا فهتحسن. ولكن تكنيك والاصابات انا مش مهتم. المهم الوقفه الطبيعيه اللي انت ممكن تستريح بيها، نط اقف عليها، دي وقفتك الطبيعيه، مش بهزر، نط في نص الجيم مش مشكله تمام. هتطلع على وقفتك الطبيعيه على قصاص الحدتين دول، خلاص حفظتها انا. بعد كده بنزل بالحوض وصلت معاك؟ ما تنزلش كده لقدام، حوضك نزل تمام اهو، وسط نزل لقدام، لا غلط، حوضي نزل، انا مسكت البار. جميل، مسكت البار، الظهر المفروض خدت نفس، فاضل الكتف، ما ترجعش كتفك ورا، وانت ترجع كتفك ورا تخيل تبقى قافل لوحين كتفك، وبعد كده تروح حاطط لود قوي جدا زي 120 كيلو مثلا، شادد لوحين كتفك جايبهم ناطحهم لقدام وهم كانوا مضمومين، هتزحلقهم او هيحصل فيهم اي اصابه. عامه مش حلو تمام. يبقى شدينا نزلنا في مسكتين، في المسكه دي وفي المسكه العاديه. المسكه دي اللي هي الاثنين زي بعض، اغلب اللي سمعتهم بيقولوا ان انت مش هتعرف تشيل فيها وزن ان البار هيلف، لكن لما تمسك وزنه ماسكه واحده البار مش هيلف معاك. ولكن هنا هتظهر لك مشكله، عدم التناسق، اللي هي ايد اضعف من ايد. هم كبار ليفتر مش فاهم معاهم الكلام ده، بس انا كواحد بيعمل الاثنين دلوقتي هيفرق معاك الكلام ده. انا مش عايز جنب يبقى اكتر من جنب، فتحاول تنوع بين استخدامك للشداد وبين عدم استخدامك للشداد بحيث ان انت تضمن الجنبين يتفاعلوا. طبعا انا معايا شداد 8 صعب جدا ان انا احطه لوحدي وبتاع دلوقتي، لو معايا شداد اولد سكول كان المفروض الموضوع ممكن يتغير شويه. فهنخش عادي دلوقتي، هاخد نفس، هنزل اخد البار، هطلع احط، دي هتبقى اول مجموعه، وبعد كده اعمل لك ترانزيشن بين 20 كيلو و 120 كيلو. بسم الله. سؤال وجيه، ليه البار ما بمشي ركبتي؟ وليه بحزق ان انا مش متعود؟ زائد ان انا بنسى اطلع، نسيت اطلع النفس، المفروض لما تطلع فوق تطلع النفس. ليه البار ما لمسش ركبتي؟ عشان كوعي قدام جسمي. بالنسبه لفيديو الديد ليفت عملته اول ما بدات قناه، كان معايا شداد اولد سكول وحش اتقطع مني وعمل لي اصابه. فنحاول تاني وهنحاول نحط 120 كيلو اللي انا لعبت بيها ساعتها تاني. الاداء ده كان وحش، كنت بلعب غلط، كنت لسه صغير على انه صح اصلا. لكن ما تتوقعش ان دلوقتي النهارده بهدف العده واحده بس، يعني الديد ليفت مجموعتها كلها هتبقى عده واحده فقط. بالنسبه للبروجرام اللي انا ماشي بيه الباور ليفتنج لسه بكتشفها، فما فيش بروجرام النهارده. في حاجه واحده بس اشرحها اللي هي فراغ البار، مش عارف هتسمعها ولا لا، حاول لو اضغطت لايك. الصوت ده ازاي بتخلص من فراغ البار؟ الكلام ده لسه بتعلمه قبل ما اجي طازه، فالمعلومات فريش. اول حاجه بتنزل، خدت نفسك الجنين، مسكت البار، مش بتشغل ايدك بتخليها مخيه كانها حد، وبتشغل رجلك بتطلع سنه، وفراغ البار بيفضل معاك تمام. اصابه على طول يعني كده، هي صغيره ما فيهاش حاجه.
يلا بينا نلعب المجموعه دي. عدى واحده وعدتين، المجموعه اللي بعدها عدى واحده وعدتين، لقيت في زياده عدى واحده وعدتين لحد ما اجيب اخري. كده كده ما لعبتش حاجه مع الشده قليله قوي. في يابا يشيل 10. بسم الله. فكت شويه اي كود. بس حلوين، مش عايز ازود عن كده. نجيب وزن. عايز اشوف الاداء برضه. غلط عامة. لك الجامد.
حلو كده بس كده خلاص الفيديو النهارده. شوف الفيديو الجاي تاني عشان تشوف الرحله، لان من هنا رايح اتوقع ان انا عديت فرقت خلاص. طبعا انا شايف الكاميرا اقسم بالله كنت عارف ان انا وصلت بالسعوديه. شكرا على الفيديو الجاي كله تبين عبد الرحمن اي حاجه.